حسين فهمي حكى مع الست إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة عن إنه اتورط وتنازل عن البطولة قدام الفنان فريد الأطرش. إزاي بقى؟ أحكي لكم. حسين قال إنه جاله المنتج الفني صبحي فرحات، قال له إحنا محتاجينك معانا في فيلم نغم في حياتي بطولة فريد الأطرش. اعتذرت له، وهنا مدام إسعاد سألته: أنت كنت وقتها عملت خلي بالك من زوزو؟ رد عليها وقال لها: تقريبا. سؤال إسعاد هنا بيوضح إن حسين فهمي بعد فيلم زوزو غير قبله تماما. نرجع لموضوعنا. المنتج صبحي فرحات قال لفريد الأطرش إن حسين فهمي وافق، رغم إن حسين ما وافقش على الفيلم. التوريطة جت إن حسين لبى دعوة صبحي فرحات على العشاء في بيته بحضور الجيل الذهبي للنجمات شادية، نادية لطفي وغيرهم. مرة واحدة حسين فهمي لقى فريد الأطرش قدامه، اندفع ناحيته بكل حماسة. قال له: أنا متشكر أوي يا حسين إنك وافقت تعمل الفيلم ده معايا، مش عارف ليه عندي إحساس إنه آخر فيلم ليا. رد حسين: والله يا أستاذ فريد، ده الشرف ليا، ووافقت إن أعمل الدور لأني اتحركت من الأستاذ فريد الأطرش. هنا الأستاذة إسعاد سألت حسين فهمي وقالت له: هي الحالة الصحية للفنان فريد الأطرش كانت سيئة لدرجة إنه ما كانش يقدر يكمل الفيلم؟ رد حسين: بصي، الفيلم كان مكتوب له سيناريوهين. السيناريو الأول في حالة إن فريد مكمل معانا للنهاية وفقا للقصة الأصلية. سيناريو تاني في حالة إن فريد يتوفاه الله، لدرجة إننا كنا كل يوم الصبح لازم نسأل على الأستاذ فريد عايش ولا لأ. الفيلم اتصور بالكامل في بيروت، لكن للأسف فريد مات وما كملش الفيلم. وقدر المخرج العظيم هنري بركات إنه يخلص الفيلم ويتعرض بنجاح ساحق في دور العرض المختلفة. للعلم، قصة فيلم نغم في حياتي للكاتب الفرنسي مارسيل بانيول بيحكي عن فتاة صغيرة في السن تقيم علاقة غير شرعية مع فتى في سنها، لكن الفتى بيترك المدينة ويسافر لتجد الفتاة نفسها حامل منه. تلجأ إلى الرجل التي تعمل عنده ليساعدها ويتزوجها، وبيكتب الولد باسمه. لكن بعد فترة بيعود الحبيب الخاين ويطالب حبيبته بالعودة له، وبالفعل تعود له. الله يرحم فناننا الجميل فريد الأطرش ويسكنه فسيح جناته.